تصدق اتعاطفت معاك؟ تصدق صعبت عليا؟ ايه اللي يخلي راجل في الدنيا دي كلها يستحمل ست زي دي؟ وقبل ما ادخل في الموضوع احب اقول لامي ايوه ده الشال بتاعك اللي انا سرقاه منك بقالي فتره، وكل ما تقولي لي هاتيه ما بجيبوش، فلو سمحتي مفيش داعي تدخلي تسيحي لي في الكومنتس، انا سيحت لنفسي خلاص. مراتي على طول ماسكه التليفون بتتكلم فيه، وكل ما بدخل عليها تسيب التليفون في ساعتها من ايديها وتقوم تعمل اي حاجه وتاخد الموبايل معاها، وللاسف مش بتهتم بالاولاد خالص، طول الوقت عايزه طلبات ليهم وخلاص، وبياخدوا دروس في كل المواد وهي مش بتذاكر لهم حاجه، ومهتمه بنفسها زياده عن اللزوم. كل شويه تطلب مني انها تروح تظبط نفسها، ومش بيفرق معاها انا معايا فلوس ولا لا. انا معايا فلوس الحمد لله ومقتدر ماديا، بس المفروض ان هي تسيب الفلوس دي لحاجات اهم. معلش انا اسفه، هو ايه في الدنيا اهم من ان هي تهتم بنفسها؟ ايه لما بتأثر في شكلها بتدخل تقول لها يا وليه يا بومه شوفي النسوان بره عاملين ايه يا وليه ولا دي، تاخدها حجه حضرتك وتتعرف على واحده جديده مهتميه بنفسها وشايفه نفسها وانيقه وشياكه وحاجه ألجة، وتقول لها ما انت مهمله في نفسك، دول النسوان ولا بلاش. مشكله ان انا متعلق بيها قوي ومش عايز اطلقها، بس انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل، وحاسس اني اقل من كل صحابي اللي مراتاتهم على طول مهتمه بالبيت والاولاد وبيهم، وفي نفس الوقت مهتمين بنفسهم. مش عارف العيب فين، عايز رايك اعمل ايه؟ انا قبل ما اتكلم معاك واحكم عليك سالتك، عملت اللي عليا وسالتك شويه اسئله. سالتك انت جايب لمراتك شوفير درايفر سواق يودي العيال الدروس ويودي مراتك كل مشاوير؟ قلت لي لا. قلت لك جايب لمراتك ست تساعدها في البيت يوميا؟ قلت لي لا. قلت لك هل في ست بتيجي تنظف حتى مره في الاسبوع مره في الشهر؟ قلت لي لا. سالتك انت جايب لمراتك ست تطبخ في البيت؟ قلت لي لا. سالتك مراتك على طول بتاكلكم من بره؟ قلت لي ساعات مش دايما، معظم الوقت هي بتبقى عامله الاكل في البيت. انا مش هنفعل والله، لا ما تخافش تعالى والله العظيم انا مش انا بالراحه، انا كلامك بالراحه بالمنطق والله. سؤال هنا، انت لما بترجع من شغلك بتلاقي البيت متروق نظيف وفي اكله سخنه حلوه ويعني الدنيا كلها في البيت تمام؟ خد اقول لك، خد تعال. تعتقد مين اللي عمل كده؟ انا هقعد افكر معاك كده. هل جارتكو اللي هي قلبها عليك انت وعيالك ومراتك جت نظفت البيت وشافت طلبات البيت؟ هل تعتقد مامتك جت عملت الحاجات دي؟ طب هل تعتقد عيالك الاطفال الصغننين هم اللي عملوا الحاجات دي وشافوا طلباتك وطلباتهم؟ هو بالراحه انا مش هتعرف مين الشطوره الحلوه اللي عملت الحاجات دي. مين ماي ماذر؟ مش ماي ماذر، يور وايف، مراتك هي اللي عملت كده. هي اللي وضبت البيت، وهي اللي جابت العيال من التمرين وجابت العيال من الدروس، هي اللي عملت لك الاكل، هي اللي غسلت لك هدومك، هي اللي نشرت، هي اللي نظفت، هي اللي رتبت، هي اللي روقت، هي اللي عملت كل ده. وانت راجل مقتدر ان انت تعيشها مرتاحه، انت قادر انك تجيب لها حد يساعدها في على الاقل شغل البيت مره في الاسبوع. ما بتجيبش ليه؟ لا ما دخلش حد غريب بيتي، تمام اوكي براحتك، انتوا على حسب ما اتفقتوا مع بعض. بعد بقى كل اللي هي بتقدمه لك انت والعيال ده كله، انت بقى مستخسر فيها شويه ملاليم تروح تظبط بيهم نفسها وانت مقتدر؟ طيب انت مستخسر انها تقعد شويه على الموبايل كده تسكرول تفر كده تشوف الدنيا بتقول ايه، العالم الخارجي بيحصل فيه ايه؟ ما هي محبوسه يا عيني بينك وبين العيال. انا سالتك انت قفشت حاجه على مراتك؟ قلت لي لا. سالتك قلت لك مراتك انت متجوزها مثلا ليها ماضي غريب شنيع ما كده؟ قلت لي لا. ليه تشك في ست الكل؟ اصل يا اما انت مستخسر فيها الوقت اللي تقعد فيه تفسي دماغها، يا اما انت بتشك فيها، والاتنين ازبل من بعض. ليه بتفترض كده؟ ليه؟ انت بقى كده شكلك بتعمل حاجه انت فاهمني وانا فاهمك كويس قوي، وخايف لا تكون مراتك بتعمل نفس الحاجه. وبعدين هل انت عندك علم المناهج كتير قوي اتغيرت، ومش كل الناس عندهم المقدره ان هم يتعلموا من اول وجديد عشان يعلموا عيالهم؟ اصل دي طاقه، تمام؟ وانتوا بسم الله ما شاء الله مش يعني عندكم عيال كتير مش قليلين، يعني تعمل ايه ولا ايه الوليه؟ ما كلمني زي ما بكلمك. انت بتروح الشغل وبترجع عايز تفخد على الكنبه وخلصنا كده، الحياه كلها بالنسبه لك تلخصت في الكام ساعه اللي انت بتتفرم فيهم في الشغل.
لكن هي 24 ساعه بتتفرم في الحياه ولا يفرق معاك ولا بتسال في امها حتى. تمام. ومش عايز تجيب حد يساعدها، بس عايز ان الحياه تفضل حلوه وجميله ولافلي. هاو كم يطلع لي بقى واحد فلحوس كده معرفش منين يقول لي ما كانت امهاتنا بتعمل كده واكتر من كده والعيال طلعوا زي الفل وكانوا بيهتموا. ملناش دعوه بامهاتكم، الاسباب. الحياه غير الحياه. الست دلوقتي بتواجه مخاوف جوه البيت وبره البيت، لان انت عندك المجتمع كله بيبقى في بيتك من خلال الشاشات. الحياة زمان ايام امي وامك كانت اسهل من كده بكتير. الريتم ما كانش سريع كده، كان دخل الراجل لوحده بيكفي ويكفي حلو قوي يعيشوا مرتاحين. وكانت الست بتلبس والعيال بيلبسوا ودنيا جميلة، وكانت كل حاجة مختلفة. انت بتقارن زمن بزمن ازاي؟ فزمان بشكل عام كان في رفاهية وفي هدوء وفي استقنياس كده، مش موجود دلوقتي. فما تقارنليش زمن بزمن. عايز الحياة ترجع لافلي؟ خلي الست مرتاحة هتريحك، ساعدها تساعدك، اقف جنبها تقف جنبك. يعني انت لو بمقدرتك ان انت تساعد بايدك ساعد، مش بمقدرتك خلاص هات حد يساعد. لكن ما يبقاش كل الحمل عليها وترجع في الاخر كمان مش عاجبك وتشتكي منها. ده ظلم اقسم بالله. وبصراحة وبيني وبينك كده كلمتين في سرك، لما يبقى انت راجل معاك ماديا وتستخسر في اهل بيتك مش حلوة، مش حلوة في حقك. من الاخر ريح تستريح، اسعد تسعد.